بطبيعه الحال كلشي شاف احتجاجات ديال الحكيمي ضد الحكم وضد اعضاء الفيفا، وكلشي شاف الحركه اللي دار. هاد الحركه كتعني بانكم سرقتوا المجهودات ديالنا وانكم عرضتونا للظلم. هذا واقع وحقيقه، حيث المنتخب المغربي كان يستحق الوجود في النهائي وتسرقات مجهوداته في النصف امام فرنسا بتغاضي الحكم المكسيكي على ضربتي جزاء واضحتين بدون تدخل الفار، وكذلك تغاضي الحكم القطري على ضربه جزاء واضحه للمغرب امام كرواتيا. حكيمي حس بالحقره وحس بان مجهودات المنتخب الوطني تسرقات. داكشي علاش ما كانتش فرحه كبيره بتحقيقنا المركز الرابع، حيت الطموح ديالنا ولا كبير، ولات الكوب كتبان لنا قريبه. فعلا المراره ديال الظلم كتقتل الفرحه في الواحد، وحنا فخورين ومعتزين بالمنتخب ديالنا الوطني وهذا الانجاز التاريخي اللي حقق، رغم ان الطموحات ديالنا كبرات ولات عينينا على اللقب، لكن خيرات غيرها. شكرا لوليد الكراكي وشكرا لجميع اللاعبين المغاربه، فرحتونا بزاف وتحياتي لكم.